السلام عليكم. دي ان شاء الله السيشن التانية لينا في ويندوز. عايزين نكمل كلامنا. احنا هنا كلامنا السيشن اللي فاتت على ايه هو الفايل سيستم، وعرفنا ايه هو الفايل سيستم، اتكلمنا عنه. السيشن دي ممكن نتكلم بقى على بعض الكوماندات في ويندوز، نفهم الدنيا في ويندوز اكتر. يعني عايزين نفهم بعض الكوماندات اللي موجودة في ويندوز زي ما فهمنا في لينكس. يعني عندي اول حاجة، انا موجودة عندي هي السي ام دي في ويندوز. دي السي ام دي مكان الباور شيل اللي هي كانت في لينكس. نفس كل حاجة في التعامل، ما عدا الكوماندات بتختلف من ويندوز للينكس. فنحاول كده نبدأ في بعض الكوماندات اللي موجودة في السي ام دي، نحاول نكتبها. والله عندي أمر مثلا زي ايكو. مهمة الأمر ده إن هو بيقول لي اطبع. يعني زي أمر مثلا برنت اف مثلا في البروجرامينج، أو سي اوت في البروجرامينج، بيطبع لي الحاجة أو بيطبع لي الأمر اللي أنا عايز إن أنا أطبعه. هنا برضو ايكو نفس القصه، بيطبع لي الحاجه اللي انا محتاج اطبعها. يعني مثلا انا بعمل ايكو، عايز اعمل ايكو عالي، طبعا هنا عالي. فمفيش اي مشكله في الامر، الامر سهل ما فيهوش اي مشاكل. طب حلو، نكمل كلامنا. والله انا قلت ان عندي امر ايكو. مهمه امر ايكو ان هو بيطبع لي اللي انا محتاجه. يعني اي حاجه عايز اطبعها هو هيطبعها لي. طب حلو. عندي امر ايكو في حاجتين. يعني عندي ممكن انا اكتب الكوماند بتاعي، تمام، وبعدين ممكن اروح كاتب مثلا الحاجه اللي انا محتاج اكتبها. يعني عايز مثلا اكتب حاجه جوه فايل، انا محتاج ان انا اعمل هنا، اعمل فايل، ومحتاج اكتب فيه وليكن مثلا كلمه تيست. تمام. في عندي بعدين علامه اكبر مني كده، وبروح كاتب اسم الفايل مثلا وليكن فايل. ايه فكره الامر ده او فكره الكوماند ده مع علامه اكبر من دي؟ والله هنا علامه اكبر من، دام هي علامه واحده كده، فدي حاجه اسمها عندي اوفر رايت. رايت يعني ايه اوفر رايت؟ محتاج افهم اكتر من كده. يعني والله انا مثلا لو عندي فايل فيه داتا معينه، تمام، الفايل ده فيه داتا معينه، تمام، وجيت انا اكتب الامر ده وعايز ازود على الداتا. هو لما اجي اعمل علامه اكبر من دي اللي هي اوفر رايت، هي مش هتكمل على الداتا اللي موجوده، لا، هي هتحط الداتا الجديده مكان الداتا القديمه، بحيث ان الداتا القديمه دي مش هتبقى موجوده، والداتا الجديده بس هي اللي هتبقى موجوده. انا مش فاهم. نيجي نشوف الموضوع بشكل عملي اكتر بحيث ان احنا نبقى فاهمين. حلو. انا عندي هكتب عندي ايكو بكل بساطه. تمام. كتبت ايكو. انا عايز والله اعمل فايل واكتب فيه كلمه تيست. حلو. اروح اعمل علامه اكبر من، وهسمي الفايل مثلا فايل دوت كاست، واروح دايس انتر. نروح نبص هنا عندي، نحاول نشوف الفايل فين. الفايل اهو اتعمل، مكتوب كلمه تيست. حلو. طيب ما ده فايل فاضي. طب جميل. طب نيجي نغير الكلام ده، وبدل كلمه تيست انا هضيف كلمه مثلا هلو بس، واكتب كلمه بس هلو بس، واروح دايس انتر. نشوف ايه اللي هيحصل. نلاحظ اللي حصل ان هو مسح لي كلمه تيست خالص وحط مكانها كلمه هلو. فده معنى الاوفر رايت. يعني ايه اوفر رايت؟ يعني هو لما باجي اكتب الامر بتاعي هو بيشيل لي الداتا القديمه ويحط مكانها الداتا الجديده اللي انا هضيفها، بس بكل بساطه. حلو. ده حاجه. كمل كلامنا. حلو. انا عندي امر تاني ممكن نستخدمه كده مع بعض. غير لون القلم بس. وهو مثلا ان انا اجيب الكوماند برضو. حلو. هجيب مثلا انا هكتب جوه الفايل مثلا علي. جميل لغايه هنا. وهسمي الفايل سيستم بتاعي او الفايل اقصد بتاعي. هعمل هنا علامتين اكبر مني مش علامه واحده. هسمي الفايل برضو فايل
دوت تكست. طب جميل. طب والله انا محتاج افهم ايه ده. انا فهمت ال... العلامه الواحده، محتاج افهم بقى العلامتين دي معناها ايه بالظبط. والله العلامتين دي معناها ان قلنا العلامه الواحده معناها اوفر رايت، العلامتين بقى معناها ايه؟ ابند. يعني ايه ابند اصلا؟ والله فكره الابند ان هو عندي فايل فيه داتا، وانا عايز اكتب الكوماند بتاعي واضيف داتا جديده. هو مش هيشطب الداتا القديمه، لا هو هيزود على الداتا القديمه، يزود الداتا الجديده اللي انا عايز اضيفها. حلو، انا فهمت. برضو حاسس ان لسه الموضوع ما وصلش، تيجي نجرب كده عملي مع بعض. نجرب عملي والله. هنكتب نفس الامر ايكو، وبدل كلمه هلو مثلا نضيف كلمه كورلت. هل الامر كده كفايه؟ لا، ما في علامه اكبر من تاني هنا محتاجين نضيفها. نضيف. احنا واخدين بالنا. نرجع تاني عشان مركز. كويس زي ما هو. شوف في كلمه هلو، اجي اكتب الامر زي ما انا عايز. ايكو وورلد علامتين اكبر من فايل دوت. نروح دايس انتر. نيجي نفتح الفايل نشوف ايه اللي لاحظناه. ان هنا ضاف لي هلو، بعدين ضاف الكلمه الجديده اللي انا ضفتها اللي هي وورلد. كده فهمنا ان فكره الفايل ده، او فكره الابند فهمناها، وفكره الاوفر رايت بشكل بسيط كده تاني بسرعه. والله الاوفر رايت ان هي لو انا عندي فايل فيه داتا بيحذف لي الداتا القديمه وبيضيف الداتا الجديده. انما الابند لا، انا عندي داتا، فايل فيه داتا، بيضيف على الداتا اللي موجوده، يضيف داتا تاني. بس دي الفكره بتاعتي. اتمنى تكون وصلت. تمام. ده اول امر اخدناه، واخدنا بعض الحاجات. والله عندي امر تاني مهم. عندي امر اسمه مور. ايه امر اللي اسمه مور ده؟ فكره الامر اللي اسمه مور، انا معايا فايل، تمام، وعايز اعرض اللي مكتوب جوه الفايل. انا محتاج بدل ما اروح اكتب الفايل زي ما انا فتحته كده، انا محتاج اشوفها من خلال الباور شيل او من السي ام دي بتاعتي. ففكره مور ده بيعرض لك اللي موجود جوه الفايل عندك. نيجي نشوف كده مع بعض. مور فايل دوت. طبعا اللي موجود جوه الفايل هالو وورلد، عرض لي اللي موجود جوه الفايل. فده فكره امر مور. فرق بين امر مور وعندي امر تاني مهم، وهو اسمه داير. فكره امر داير بيعرض لي الحاجه اللي موجوده جوه الدايركتوري. انا عندي ملفات وفولدرات جوه الدايركتوري بتاعي، فهو بيعرضها لي، مهمته ان هو يعرضها لي. تيجي نشوف كده. والله انا واقف في الدي عندي، عايز اعرض الحاجه اللي موجوده عندي في الدي، فبروح عامل داير. جميل. عرض لي الحاجه اللي موجوده بكل بساطه. حلو. داير داش ار اهو. هو ما اشتغلش هنا عشان انا كنت فاتح الباور شيل، انما هنا اشتغل عشان انا فاتح السي ام دي. تمام. ايه فكره الامر اللي اسمه داير سلاش ار؟ والله فكره الامر ده فرق بينه وبين داير. داير العاديه بتعرض لي الملفات والفولدرات اللي موجوده بس. انما داير سلاش ار مهمته ان هو بيعرض الفايلات والفولدرات اللي موجوده، وبيعرض لي الحاجه المخفيه. تمام. طب ده هيفيدني في ايه يا هندسه؟ والله ده هيفيدك كراجل بتاع سكيورتي، ان اوريدي وارد ان واحد مثلا اتكر جه وحط ملف عندك في الجهاز وراح خفيه، بحيث انك انت كيوزر عادي ما تاخدش بالك. تدخل على الفولدر العادي ما تاخدش بالك منه او تشوفه حتى. دي مهمه الامر ده، ان هو يعرض لك الملفات المخفيه، بحيث انك انت تحاول تشيك لو لقيت مثلا يحط لك مالوير، ممكن انت بقى تلاقيه في الحاجات المخفيه دي. هي دي الفكره بتاعته. يبقى لازم نكتبه فين؟ في السي ام دي مش البارشل، عشان كتبه في البارشل عشان كده ما اشتغلش هنا معايا. انما في الباور شيل هنا في السي ام دي اشتغل. تمام.
فدي الفكره بتاعت الفرق بين داير وبين داير سلاش. دي الكوماندات بسيطه اللي خدناها السيشن دي. حاول يعني ايه كل سيشن كده ناخد كام كوماند كده ونفهم الدنيا فيهم اكتر بعدين، يعني بحيث ان انا ما ناخدش كذا كوماند، نتدرب على دول وناخد كذا كوماند بعد كده. تمام، يعني ممكن يعني نختم السيشن دي بقى عندنا حاجه زي الويندوز بوت بروسيس. ايه هو الويندوز بوت بروسيس؟ والله هنا دي العمليات اللي بتحصل او البروسيس العمليه اللي بتحصل لما باجي اعمل بوت. حلو. اول حاجه عندي هنا بتحصل هي عمليه البايوس، دي اظن الناس كلها عارفاها، كلنا بنتعامل مع ويندوز. بايوس دي حاجه مهمه، دي بتعمل تشيك على الفولدرات والفايلات اللي تخص النظام بتاعت الاوبريتنج سيستم. لو الاوبريتنج سيستم ده بتاعي سليم اقدر ان انا اعمل اقلاع، لو مش سليم مش هقدر. دي بتتشيك على الفولدرات والفايلات بتاعت السيستم او بتاعت النظام، موجوده ولا مش موجوده، سليمه ولا مش سليمه. تمام تمام. دي الفكره بتاعت البايوس. تمام. حاول برضو نكمل كلامنا. بما اتكلمنا على الحته دي، حاول نتكلم مثلا برضو على حاجه مهمه زي عايز اعرف طريقه التقسيم بتاعت البارتيشن. يعني دي مهمه، طريقه التقسيم بتاعت البارتيشن. والله عندي حاجه زي الام بي ار، وعندي حاجه زي الجي بي تي. حلو. انا عرفت ان انا عندي ام بي ار وعرفت ان انا عندي جي بي تي. طب ايه الفرق؟ ما هي طريقه التقسيم؟ إيه الفرق بينهم؟ بكل بساطه كده، انا عندي البارتيشن تيبل، حاجه اسمها بارتيشن تيبل. عندي تيبل كده البارتيشن بيكون متقسم فيه. والله بيتقسم هنا اول جزء الهارد ديسك. تمام. بعدين نيجي للتقسيمات الاساسيه. قسم ادي واحد، ده في الام بي ار. ادي اتنين، كده تلاته. تمام. يجي عندي هنا يبقى يعني واحد اتنين تلاته. بيجي عندي هنا يعني الام بي ار بكل بساطه بيجيب البارتيشن بتاعي بيقسمه ثلاثه فايل تيبل او ثلاثه بارتيشن كده، ده التقسيمات. تمام. طب حلو، انا فاهم لغايه هنا. طب بيعمل ايه تاني؟ والله بيجي الجزء الاخير بيقرر ان هو يعمله عادي كده، هو زي دول بس يقسموا الاتنين فايل. ده حل من الحلول، يعني يكمل يبقى ده واحد وده اتنين. تمام. والحل التاني بالام بي ار بيعمل حاجه مهمه. ماشي، ايه هي الحاجه المهمه؟ ان التقسيمه بالراحه كده ناخدها تاني عشان نبقى موضحين الحوار اكتر. ده البارتيشن بتاعي بيتقسم هنا البارتيشن 1، او ده الهارد ديسك معلش. بيتقسم البارتيشن 1 ده في الام بي ار عشان الدنيا نلمها صح، وده بارتيشن 2، وبيجي هنا يقسم بارتيشن 3. تمام. وبيجي عند بارتيشن 4. كانوا متقسمينها صح، بس بارتيشن 4 عنده يعني الاساسي ان هو بيعمل تقسيمه لثلاثه بارتيشن، ده الاساسي. حلو. بيزيد عنده بارتيشن او مكان لبارتيشن رابع، ممكن اقسمه كبارتيشن رابع واخليه بي 4. وممكن انا اعمل حاجه تاني. حاجه تاني زي ايه؟ حاجه اسمها اكستندد. يعني ايه اكستندد اصلا؟ والله الاكستندد بيجيب البارتيشن الرابع ده وبيروح متقسم لثلاثه بارتيشن او لثلاثه، يعني نسميها L1 L2 عشان هو بيتقسم لوجيكال. L3 بيتقسم ايه؟
لوجيكال. تمام، كده فهمنا ان الام بي ار بيتقسم كده، بيتقسم لثلاثة بارتيشن اساسيين وبارتيشن رابع. ممكن انا اسيبه كبارتيشن رابع، وممكن ان انا اعمل حاجه اسمها اكستندد، اقسمه لثلاثة بارتيشن وبيتقسموا لوجيكال L1 L2 L3. ده حل قدامي وده حل. فده اول حاجه طريقه التقسيم بتاعت الام بي ار. اتمنى تكون وضحت عشان هنا بس ما يحصلش لخبطه. لغينا دي كده صح. تمام، نكمل كلامنا. عندي بقى طريقه تقسيم الجي بي تي. بنجيب الهارد ديسك، بتقسم بارتيشن براحتك عكس الام بي ار. فانت هنا بتقسم بارتيشن براحتك عكس الام بي ار. تمام. والله انا ليا في الجي بي تي ان هو يتقسم لغايه 128 بارتيشن. انا اقسم براحتي زي ما انا عايز، اقدر ان انا اعمل لغايه 128. تمام، كده فهمنا الفرق بين الام بي ار وبين الجي بي تي. تمام، عرفنا حته البايوس. عايزين نكمل الحته بتاعت الويندوز بروسيس. والله عندي حاجه تاني زي البوت مانجر. ايه هي البوت مانجر؟ بوت مانجر دوت اي اكس اي. ايه هي؟ دي الشاشه اللي بتطلع عندي في الاول اول ما بفتح الجهاز بتاعي. ازاي؟ والله يعني انا لو عندي حاجه عامل دبل بوت مثلا، دبل بوت انا بكون مسطب اتنين اوبريتنج سيستم او اكتر عادي. فانا قبل مثلا ما بفتح الجهاز، يعني اول ما بدوس على زرار الباور بقى يجي يفتح، بتطلع عندي شاشه بيقول لي عندك مثلا نظام لينكس وعندك نظام ويندوز. بيديك 30 ثانيه انك تختار انت عايز تختار انهي نظام فيهم. اللي هتختاره هيفتح معاك ويندوز، سواء ويندوز او لينكس. تاخد 30 ثانيه بس. تمام. تمام. عندي بقى حاجه زي حته ان انا احمل ملفات النظام. عندي حاجه زي مثلا بي سي دي، وحاجه زي مثلا ويندوز، او ويندو اكس بي اي اكس اي معلش. ويندو لا، ما اسمهاش ويندو، اسمها ونلود دوت اي اكس اي. يبقى عندي حاجه زي البي سي دي والونلود اي اكس اي. تمام. دول لغايه ما تظهر عندي صفحه اللوجن، لو موجوده عندي لوجن اللي هي السكرين يعني. تمام. عندي برضو حاجة تاني زي ام اس config. دي اللي بتحمل النظام بتاعي، اللي بتحمل النظام بتاعي. دي الام اس او ام اس config. تمام لغاية كده. تمام، كده فهمنا الفكرة بتاعت الويندوز بروسيس وفهمنا بعض الكوماندات. وبكده تكون السيشن النهاردة خلصت، ونقدر نكمل السيشن الجاي إن شاء الله، نتعمق أكتر من كده. وأتمنى تكونوا استفدتوا. وما تنسوش اللايك، وما تنسوش لو في حاجة محتاجينها إن احنا نزودها اكتبوها لنا في التعليقات إن شاء الله. والسلام عليكم.